عشان هيك لا يجوز أن أعتقد إنه والله اليهود ممكن يطلعوا عشان هيك المهدي بيدخل وبعدين بيرجعوا للمهدي. لا، نقول المهدي يتمكن من الدخول إلى المسجد الأقصى واليهود تحكمه تحت حكم اليهود، يتمكن بطريقة ما، لربما معارك، ربما يعني أنفاق تحت الأرض لا نعلم، ولكن يتمكن من الوصول إلى هذا المكان. هلا لما يصل إلى هذا المكان بنعرف إخواني التتمة تكلمنا عنها، إنه عيسى عليه الصلاة والسلام يهبط على جناح ملكين ويحضر ويجتمع عيسى والمهدي في هذا المكان. فالمهدي يخوض 4 حروب. حرب السفياني هذه محسومة ربانيا، ما بتدخل فيها المهدي وما بيكون المهدي قد بويع. أما المهدي فيخوض 4 حروب، الأول مع جزيرة العرب، الثاني مع فارس، الثالث مع رومية أو الروم، والرابع مع الأعور الدجال. يعني آخر حروب المهدي ستكون مع جيش الأعور الدجال. ليش بكون مع جيش الأعور الدجال؟ لأنه الأعور الدجال ناس مين بتكفل فيه؟ سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فيتبقى جيش أتباعه يتبعها جيش المهدي، وتحصل الملحمة الكبرى كما نعلم في بيسان أو في مرج بن عامر في ذلك المكان، وينتصر المسلمون بإذن الله على جيش الكفار جميعا. ثم بعد ذلك كما نعلم أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيكسر الصليب ويضع الجزية، ولن يقبل من هؤلاء بتاتا أنه يتركهم على إيش؟ على دينهم. واحدة من تنتين سيخير كل هؤلاء، واحدة من تنتين، إما الموت. وليش بيخيرهم في الموت؟ جزاء ما اقترفوه. مش والله انه انا اذا انت اسلمت ايش بتركك. لا، الموت اصلا انت استحقت ان تموت لانك فعلت ما فعلت قبل. ولكن ان اسلم شو برفع عنك؟ برفع عنك الموت، برفع عنك الدم. فسيخيرهم، سيكسر الجزية الصليب ويضع الجزية، ومن يدخل في الاسلام يسلم، ومن يبقى على دينه يقتل. فلن يبقى في هذه الدنيا إلا مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وستبدأ سنوات الرخاء ويقسم فيها المال صحاحا. شو يعني يقسم فيها المال صحاحا؟ يعني إذا جاء واحد فقير للمهدي في ذلك الوقت وقال له أعطيني، شو بقول له؟ بقول له إليك بيت المال، روح أنت خذ اللي بدك إياه. حتى إنه في قصة علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد الأحاديث، إنه أحد الأشخاص يذهب إلى بيت المال ويحمل أكثر من حاجته، يحمل أكثر من حاجته، وعندما يخرج يعني يندم على إنه حمل أكثر من حاجته، ويعود إلى المهدي. شو بقول له؟ بقول له أنا بدي أرجع الزيادة. فالمهدي يرفض أن يعيد الزيادة، بقول له أخذت انتهى الموضوع، ما في إنك ترجع. فبتصير المنع إنك ترجع والسماح إنك إيش؟ إنك تاخذ. هذا سيكون الحال، سينتهي الظلم وسينتهي كل شيء بإذن الله. هلا لو سألنا إخوان بدنا نكمل